أكيد كلنا تابعنا منتخبنا لما رجع من أمريكا وسمعنا حكاياتهم عن كأس العالم. وأكثر حاجة لفتت نظري وأنا بشوف كابتن مصطفى زيكو وهو بيحكي عن شعوره بعد مباراة الأرجنتين. بيحكي عن مشاعر الظلم وعن مشاعر الغضب، ودموعه بتنزل كده لوحدها من عينه. هو بيحكي وهو هادي بس دموعه بتنزل من عينه لوحدها كده. كمان لما جاي يحكي عن والده الله يرحمه، وكان حزين طبعا وهو بيعبر عن وفاته وعن ظروفه اللي عاشها، برضه دموعه بتنزل من عينه كده بسهولة. على فكرة ده دليل على نفس طيبة. حلو ان الواحد يقدر يعبر عن اللي جواه ودموعه تنزل كده، لان دموعك بتساعدك تغسل نفسك، تعبر عن غضبك او حزنك او ألمك. مفيش مشكلة ابدا. عايزين نبطل نقول لبعض ما تعيطش، عايزين نبطل نعلم ولادنا انت راجل ما تعيطش، ما تقول لبنتك دي موضوع ما يستحقش ما تعيطيش. لا، لازم نتعود نحترم بعض ونسيب اللي بيبكي ويخرج دموعه، لأن ربنا سبحانه وتعالى أما جعل العين تبكي خلاها رحمة لينا عشان نقدر نعبر عن حاجات جوانا ما بنقدرش نعبر عنها بالكلام. مشاعر سلبية أو مشاعر زايدة بنخرجها عن طريق البكا دي والدموع. ممكن تكون على فكرة مشاعر فرح أو فخر أو نجاح. المهم سيب الشخص اللي قدامك يبكي من فضلك. عارفين، وأنا شايفاه ما شاء الله عليه كابتن زيكو، هو بيبكي كده وهو هادي كده وبيتكلم، بحسه كده شخص متزن، ما عندوش قسوة قلب. عارفين ليه؟ لأن الشخص اللي بيكتم مشاعره السلبية أو غضبه أو ألمه أو حزنه، أما بيجي يعيط لحظة بكائه كده ما تلاقيهوش يبكي كده بهدوء كده زيه، لأ، تلاقيه يا عيني بيبكي بنهنها، بيبكي كده بصوت كده. ده دليل على إنه واحد كاتم مشاعره جواه، محوشها. فلما يجي بقى يبكي تلاقيه عيني بينفجر زي ما بيقولوا. فانت لما بتسيب مشاعرك كده اول باول ودموعك كده، تبقى الدنيا كده سهلة عليك، تفضي كده نفسك اول باول، تفرغ طاقتك الوحشة دي، تفرغ المشاعر السلبية، تفرغ اي مشاعر مختزنة ممكن تخليك انت من جواك مش مرتاح. عارفين الدموع دي بتساعد الواحد على ايه؟ بتساعد الواحد على تفريغ التوتر، على الاسترخاء، على استعادة توازنه، على خروج مشاعر مكبوتة عنده، فما يبقاش عنده قلق، ما يجلوش اكتئاب. وانتوا طبعا عارفين الاكتئاب الايام دي منتشر ازاي. يبقى عنده بعدها شعور بالراحة، ما يبقاش عنده تشوش. الدموع دي بتغسل الروح، بتنقي الواحد من اعباء الحياة. الدموع الصادقة فعلا بتذيب قسوة القلب. فارجوكوا سيبوا نفسكوا تبكوا، واحترموا لما حد يبكي، ما تقولوش ما تعيطش. وفرغ دايما مشاعرك السلبية، وسيبوا ولادكوا صبيان او بنات يعبروا عن مشاعرهم. ما تحسسهمش ان هي حاجة غلط او ان هي حاجة مش صح، لان دي رحمة من الله علشان يساعدنا على تنقية نفسنا من اي مشاعر انسانية زي ده. واخيرا بنتمنى طبعا لكابتن مصطفى زيكو التوفيق والنجاح في كل اللي يتمناه.